ربطت تقارير صحفية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بمحاولة التعاقد مع مدربه السابق الألماني توماس توخيل لتولي تدريب الفريق من جديد بدلا من المدرب الحالي كريستوف غالتيه في الفترة القادمة. وبدأت الشكوك تحيط بمستقبل غالتيه مع الفريق الباريسي في الآونة الأخيرة بعد خسارة الفريق في دوري أبطال أوروبا داخل ميدانه على يد فريق بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد، وإثر تدني مستوى الفريق حتى على المستوى المحلي. وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الثلاثاء أن توخيل لا يرغب في العودة من جديد للتواجد في بارك دي برينس بسبب خطته المتعلقة بتدريب واحد من أندية أوروبا الكبرى في الموسم القادم. وأوضحت الصحيفة أن توخيل يضع عينه على تدريب فريق ريال مدريد الإسباني خلفا للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي ينتهي عقده مع إدارة فلورنتينو بيريز بمجرد نهاية الموسم. خطة أخرى في مخيلة توخيل تتمثل في الجلوس على مقعد المدرب في فريق بايرن ميونخ الألماني بوصفه واحدا من كبار القارة العجوز المتمرسين في دوري أبطال أوروبا.